من البر ومن الصلة، فأكثروا من الصدقات في أيام العشر يا عباد الله. هذا حكيم بن حزام، ذلكم الرجل العظيم المولود في داخل الكعبة رضي الله عنه وأرضاه، كان يجهز يوم عرفة 100 بدنة و100 عبد رقيق، ثم يذهب إلى عرفة فيقدمها لله ويعتق الرقيق لوجه الله، فيبكي الناس، يأخذ الناس الذين هم حوله بالبكاء والنحيب والتذلل إلى رب العبيد سبحانه وتعالى، ويقولون يا الله هذا عبدك قد اعتق عبيده ونحن عبيدك فاعتقنا. يا الله هذا عبدك قد اعتق عبيده ونحن عبيدك يا الله فاعتقنا. حكيم بن حزام، وهنيئا لكل مستغل لهذه الفرص العظيمة، فهذا عمله رضي الله عنه